السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بأفضل حال. نسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. وحشتوني. النهارده هنعمل حاجه خفيفه سريعه بسرعه بسرعه كده اللي موجود عندنا. انا جايبه حوالي كيلو الا ربع بانيه، ده مش كيلو، ده كيلو الا. غسلته، نقعته بشويه ميه بخل بشويه ملح، وبعد كده قطعته زي ما انتم شايفين كده، الحته نصين زي الستريبس كده اهو، نصين كده مش هتنفع اهو. كل قطعه بقيت اقطعها نصين عشان تطلع معايا مقرمشه، وعشان هما حابين ياكلوها مقرمشه. انا حطيت شويه خل، شويه ملح، شويه فلفل، كمون، توم بودره، بصل بودره، شويه بابريكا، شويه كاري، شويه كركم، وقلبتهم كويس قوي قوي. ما حطيتش بيض، الخلطه دي ما لهاش بيض. قلبتها كويس قوي قوي قوي، وهي بقى لها حوالي ساعه دلوقتي، فكده كويس قوي يعني. جبت التوابل اللي انا هعملها بيها او الخلطه. الخلطه دي عباره عن دقيق، بقسماط، فيجيتار حراق، فيجيتار عادي مش حراق. قلبتهم كويس قوي قوي. حطيت لهم مكعب ماجي، هيعجبكم قوي لو حطيتوا المكعب الماجي عليه. قلبته كويس قوي قوي اهو قدامكم. وبعد كده هرجع احط البانيه فيها واخلطها كويس قوي بيها كده، يمين شمال. مش هعمل اي حاجه غير كده بس، وهحمرها. هعمل معاها شويه مكرونه محمره. هحمر شويه مكرونه في زيت وهسقيها وهوريها لكم دلوقتي عشان برضو ما اطولش عليكم. طب هعمل ايه جنبيها؟ هعمل شويه طبق سلطه، شويه مخلل. انا كنت مخلينه خيار، طبعا مش ده اللي كان في الحلقه الاولانيه خالص، ده انا عملت عليه كذا مره. وعندي مخلل كنت جايباه من اللي هو المعمل، فالميه بتاعته انا بحتفظ بيها بصراحه. هقطع الخيار دي طرنشات واحطها فيها. اي حاجه موجوده ببيتي انا بدبقها. دبقي، وفري في الزمن اللي احنا فيه ده. اللي موجود في البيت حليه، حليه لولادك. عندك بانيه، عندك مكرونه، ما عندكيش اي حاجه، حمري شويه بطاطس. ما عندكيش بانيه مش شرط، احمر شويه بطاطس، طبق سلطه، شويه رز بعدس اصفر بيبقى حلو قوي. مره هعمله معاكم. يلا بينا نشوف المكرونه ونحمر البانيه. بصوا يا حبايبي، ادي المكرونه اهي. انا قدحت شويه زيت، نزلت عليها. ده مش كيلو مكرونه، ده حوالي كيلو الا ربع برضو. نزلت عليه حمرته. بعد كده نزلت عليه بميه، ما عنديش شوربه. حطيت له مكعبين ماجي، شويه ملح، شويه فلفل. بعد ما اتحمرت وحطيت الميه، ملح، فلفل، شويه كزبره، شويه كمون، وبعد كده مكعبين ماجي وسبتهم. اول ما بدات الشوربه او الميه تتشرب المكرونه وطيت عليها. بتسيبيها تتفلفل زي ما انت شايفاها كده توطيه. بص ميتها لسه بسيطه فيها ازاي، حاجه بسيطه خالص اهي اهي. هسيبها تتفلفل وتتاكل بألف هنا علينا وعليكم. ادي المكرونه، ادي البانيه اهو. انا بدات احمره. انا بخلي طاسه لتحميل البانيه والاسماك والحاجات دي. يعني عندي ده من البانيه، عندي واحده تانية كبيره شويه للسمك. البطاطس برضو عندي اللي هي الغويطه، عشان مفيش حاجه تتبهدل يعني، وبالذات بتاعت القليه دي بتبقى يعني متبهدله شويه. نحمر ونشوف بعد كده اكلتنا عامله ازاي. خلصنا اكلتنا البسيطه السهله الجميله. ادي المكرونه بتاعتنا. حابه تحمري افتح اغمق، دي حاجه تريحك ليكي انت وبيتك وعيالك ولجوزك. انا بحب الطريقه دي، بحبها افتح تاني زي ما بتطلع معايا. ادي البانيه اهو اهو، ان شاء الله مقرمش وتحميره جميل، والكاميرا ظلماه والله العظيم. كانت حاجه بسيطه سهله خفيفه، مع شويه مخلل، شويه سلطه، شويه بطاطس محمره، اللي انت عايزاه واللي عيالك عايزينه تعمليه. البانيه زي ما قلنا غسلناه كويس قوي، نقعناه بشويه ميه بخل، نضفناه، قطعناه نصين، حطينا شويه خل، شويه توابل عليه، توم بودره، بصل بودره، ملح، فلفل، كمون،
كزبره ناشفه، كاري، شويه بابريكا حمراء، اللي يريحك. ضغطت عليهم قلبتهم كويس قوي قوي. بتسيبيهم ساعه ساعتين زي ما انت عايزه من قبلها بيوم مفيش مشكله، بس تقللي الملح لان البانيه سريع الامتصاص في الملح. تمام. تبص تلاقي الحاجه حادقه جدا عليكي. وبعد كده شويه بقسماط على دقيق، على شويه اي حاجه عندك حابه تتبلي بيهم اللي انت عايزاه. تمام. مش هتختلف. عايزه تعملي دقيق بس ماشي، بقسماط بس ماشي، فيجيتار حار عادي، اللي انت عايزاه. تمام. تحمير ده برضو اللي عيالك بيحبوه. في ناس بتحمره من غير ما بتحط عليه اي حاجه. وما تفرحوش قوي بالطبقه الكريسبي دي لان دي بتاثر على الناس الكبيره اللي معدتها تعبانه، فمش مستحبه، بتلاقيها دايما بيشيلوها. فيعني لو حد كبير مش مستحب، ممكن تحمريها من غير حاجه خالص. المكرونه ديت شويه زيت، قدحناهم، حمرنا المكرونه، سقيناهم شوربه، سقيناها ميه، مكعبين ماجي بشويه ملح فلفل كمون شويه كاري، توم بودره بصل بودره. واول ما تبدا تتشرب توطي عليها تتفلفل كده تطلعيها. ادي اكلتنا. يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا. وما تنسوش تدعوا لي دعوه من قلبكم وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.